الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان اينما كنتم، عشاق الساحرة المستديرة، متابعينا عبر قناة مودرن سبورت، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كل عام وانتم بخير. لدى الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم الفيكيد، مع بداية اولى لقاءات هذا الدوري والمرحلة الأولى. قلعة وزعيم الفلاحين هنا من استاد عوض، والحكم الرابع سيد شلبي. فريق غزل المحلة أصحاب الأرض والضيافة بالزي التقليدي المعروف، اللون الأزرق السماوي في الجانب الأيمن من ملعب اللقاء، بينما المصري البورسعيدي الفريق الضيف الذي يأتي ضيفا هنا على مدينة المحلة يرتدي القمصان ذات اللون الأخضر. بدأت المباراة، أحمد مجدي رقم 10 ورضا متولي رقم 9. تلك هي تشكيلة المدير الفني لدى فريق غزل المحلة صلاح الناهي. هنا خطأ لمصلحة فريق المصري من مسافة بعيدة، وتسديدة تأتي، وفاز فريق المصري هنا في هذا الملعب ب3 أهداف مقابل هدف واحد. تعادل بدون أهداف مع اقترابنا من الدقيقة الخامسة لأحداث الشوط الأول. هنا الحارس أحمد الشناوي، الحارس الأخطبوط العملاق البورسعيدي. هناك 4 لقاءات أخرى بتلعب في نفس توقيت هذه المباراة، برزها لقاء الإسماعيلي مع فريق بتروجيت هناك في مدينة الإسماعيلية. عروس القناة هدف واحد مقابل لا شيء عن طريق اللاعب فوزي لا شيء. بينما لدينا أيضا لقاءات أخرى. الإنتاج الحربي في ملعب السلام يستقبل اتحاد الشرطة، والمقاولون يواجه طراع الجيش مصر مقصة في ديربي شمال الصعيد. يستقبل تليفونات أحد أهم الركائز لدى فريق المصري، سجل 6 أهداف مع المصري الموسم الماضي، منهم هدفين غاليين في شباك الزمالك الكل يتذكر في الجولة رقم 26. كرة وانطلاقة من الناحية اليمنى عن طريق اللاعب عبد الله سيسي، مقطوعة، ضغط يأتي على طول من اللاعب عبد العزيز، حاول أقصى الجانب الأيسر في منتصف ملعب المصري. كرة تعود وتمريرة من سعد الدين سمير، أحد أبناء القلعة الحمراء. سعد الدين سمير في الدفاع، انتقل إلى فريق المقاول العرب تحت قيادة المدير الفني محمد رضوان، وكان يعني من أهم الأوراق التي يعتمد عليها المدير الفني محمد رضوان في الدفاع مع ذئاب الجبل. ينتقل إلى المصري في محاولة لإثبات الذات. كرة تعود محمود عبد الحكيم، تمريرة توزيعة في الجانب الأيمن. أحمد فوزي انطلاقة، تقدم ثم عرضية خطيرة. أوه! عرضية خطيرة والهدف الأول. جول! هدف أول يأتي، هدف أول يأتي بعد مرور 12 دقيقة من أحداث الشوط الأول لهذا اللقاء. هنا يتواجد البوركيني عبد الله سيسي، عبد الله سيسي من بوركينا فاسو. احترسوا من ضربات رأسه. هنا يأتي تعتلي رأس عبد الله سيسي فوق كل الرؤوس لتسعد جماهير الفريق، جماهير المصري البورسعيدي بهدف تقدم يأتي مع الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول. كما تابعنا تمريرة اللاعب محمود عبد الحكيم، وهنا تظهر في الإعادة إلى الجانب الأيمن عند اللاعب أحمد فوزي، عمل كروس عرضي رائع بالمقاس، تأتي ضربة راس فيها فن وإحساس تصطدم بالقائم الأيمن. وهنا طغانة الحارس إبراهيم فرج الذي اكتفى بالفرجة والمشاهدة كما حسني عبد رب ولدى الإسماعيلي في شباك بتروجيت. بينما هنا فريق المصري ومحاولة للتعادل، بينما على طول يتواجد أحمد الشناوي في محاولة لتعديل النتيجة. بينما هنا صديقه ورفيقه في منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي يتواجد. رأسية ركنية منعوبة داخل منطقة الجزاء. مرة أخرى كرة ما زالت قائمة، فرصة للتعادل، ولكن على طول كرة تصل إلى يد الحارس أحمد الشناوي. فرصة لتعديل النتيجة. إبراهيم فرج الذي اكتفى بالفرجة والمشاهدة لهذه الكرة التي سكنت في شباك. مرور رائع حسن عوض، ربما يعوض ما فاته، وكرة عرضية تأتي في الجانب الأيمن. محاولة للتسديد وتسديدة ذاتية ومتابعة. أوه مش ممكن، في محاولة تأتي. محمود توبة مواليد 89، بينما أحمد مجدي مواليد أيضا 89. فارق يعني الزمني في الولادة شهرين، يعني مواليد 89 محمود توبة شهر اكتوبر، بينما مواليد شهر ديسمبر اللاعب احمد مجدي. وكرة ثابتة، رمي التماس، رمي التماس لمصلحة فريق المصري. 25 دقيقة من احداث الشوط الاول. مشاهدينا الاحباء، متابعينا الاوفياء، اينما كنتم واينما تواجدتم في كل مكان، مصر يتقدم بهدف واحد مقابل لا شيء. هدف واحد لا يكفي، هدف واحد لا يكفي، بينما لدينا الثاني. هنا تتحقق الأماني، تأتي الكرة إلى توبة 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 توبة. كنت أحبك تاني توبة.
على طول محمود توبة يتواجد، بينما هناك حالة حب وعشق مع الشباك. توبة يسدد بالقدم اليسرى على يسار إبراهيم فرج. هنا يأتي الفرج وتأتي الانفراجة بهدف ثاني، صاروخ بالقدم اليسرى. كما نتابع في الإعادة توبة من أخطاء الدفاعات، إبعاد يأتي ولكن في توقيت غير مناسب، في مكان غير. الهلال وأحمد محمد خليفة، بينما لدينا هنا اللاعب عبد الله السيسي المرغني. إلا أن المصري يبقى شامخا، يبقى قويا، فريق اللي بيسعى لتحسين صورته. كرة في الأمام، محمد خليفة، فرصة هدف ثالث، عرضية خطيرة في محاولة تأتي إبعاد، لكن الكرة ما زالت موجودة. محمود عبد الحكيم إلى اللاعب عبد الله. هناك رأي على ما يبدو أن هناك تبديل أول يأتي في تشكيلة فريق غزل المحلة. خروج اللاعب محمود صبحي لاعب خط الوسط المهاجم اللي بيلعب تحت رأسي الحرب رضا متولي وأحمد مجدي، ويأتي التبديل الأول بعد دقيقة 32 من أحداث هذا الشوط بنزول اللاعب سعد عبد العاطي صاحب القميص رقم 13 في تبديل. هو الأول حاول عند اللاعب رضا متولي، يرتدي شارة القيادة، هتكون جميلة مع اللاعب أحمد مجدي داخل منطقة الجزاء في محاولة خطيرة، بينما في صافرة وخطأ. صافرة وخطأ، الوقوع في مصيدة التسلل. راية تأتي من المساعد الثاني لحكم اللقاء شريف عوض. صافرة حكم المباراة، حكم اللقاء الحكم الدولي السيد محمد فاروق. الإسماعيلي يتفوق على بتروجيت في نفس توقيت هذه المباراة بهدف 1 مقابل شيء، وبنفس النتيجة مصر مقصة يتقدم على فريق تليفونات بني سويف. بينما لدينا تعادل سلبي في ملعبين آخرين، في ملعب السلام الإنتاج الحربي مع فريق طبعا اتحاد الشرطة والتقليص الفارق لما لا قبل نهاية أحداث الشوط الأول. حسن عوض يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، في متابعة تأتي هاني عبد الله وتسديدة من اللاعب هاني عبد الله. هناك في ملعب السلام فريق اتحاد الشرطة يتقدم الآن بهدف 1 مقابل شيء، وبالتالي يبقى لدينا لقاء يشهد عثارة. قدم منعت، وهناك يد أعطت من خلال قدم أحمد جعفر التي حرمت الزمالك من هدف تقدم، وكذلك من خلال يد أعطت عن طريق يد اللاعب محمود فتح الله من خلال ركلة جزاء. كرة ملعوبة تعود، بينما إندي هو من نجح في استخدام السلاح الفتاك، سلاح الهجمات المرتدة والهجوم المرتد المعاكس، فكانت الكأس من نصيب العميد عميد الأندية البترولية. محاولة خطيرة تأتي بشكل منظم، وناجح حتى الآن دفاع فريق المصري في إبعاد الكرات، وتصويبة تأتي من مسافة بعيدة. بحري بالتأكيد موقع سحري هنا الأمام الحارس أحمد الشناوي، مواليد 14 مايو لعام 91، صاحب 20 عام. كرة على مسافة تقريبا 22 ياردة، مواجهة لمرمى الحارس أحمد الشناوي. هل يفعلها فريق غزل المحلة ويقلص النتيجة إلى فارق هدف واحد قبل نهاية المباراة في شوطها الأول بهدفين مقابل شيء؟ هدف بالتأكيد سيكون بمثابة هدف معنوي من أجل عودة الفريق مرة أخرى من جديد، وتصويبة ضاع هدف تقليص الفارق نتيجة وجود الأخطبوط. إنه الأخطبوط يسيطر على كل الخيوط ويغلق كل الخطوط، إنه الأخطبوط بالتأكيد. حارس أحمد الشناوي يتألق كما تابعنا في ردة فعل سريع يأتي من هذا الحارس. كما نتابع، شاهد لاحظ تابع عزيزي المشاهد، كرة ارتدت من القائم الأيسر إلى عمرو رمضان، ولكن هنا عمرو أضاع الكرة نتيجة رشاقة ورد فعل سريع يأتي من الحارس الذي ربما يكون هو الأبرز وربما يكون هو أفضل حراس المرمى في الأسابيع الأخيرة، سواء من عمر مسابقة الدوري في الموسم الماضي ومع افتتاحية بطولة الدوري لهذا الموسم 2010 2011 2012. إنه الحارس أحمد الشناوي، الحارس الذي بالفعل هنا نجح في فرض كلمته ونجح في